الماموس العملاق اللي رجع من تحت الجليد بعد آلاف السنين، هل العالم مستعد لعودته؟ في قلب الجليد المتجمد في سيبيريا، العلماء اكتشفوا حاجة محدش كان يتخيلها: جثث ماموس كاملة متجمدة من آلاف السنين. مش بس العظم، ده لحم، فراء، وحتى معدة فيها أكل، آخر وجبة أكلها قبل ما ينقرض. الأخطر إن العلماء خدوا الحمض النووي بتاعه، وبيقولوا إنهم يقدروا يرجعوا الماموس للحياة تاني بالهندسة الوراثية. يعني ممكن قريب جداً نلاقي قطعان ماموس ماشية وسط التلج زي زمان. تخيل معايا، كائن وزنه 6 طن، أنيابه زي السيوف، وصوته يرج الجبال. ساعتها هل هيرجع يسيطر على الأرض من جديد؟ ولا هيكون بداية كابوس للبشرية؟ كابوس اسمه عودة الماموس.